تعال اعلمك ازاي قدرت احول الصورة من كده لكده بضغطة زر وباستخدام الذكاء الاصطناعي. ركز معايا في الشرح كويس جدا، وكالعادة اوعى تنسى تدعمنا اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معاكم طارق جاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهاردة جاي اعلمك ازاي تكمل الصورة بتاعتك، ازاي توسع مساحة الرؤية بتاعتها. ركز معايا في الشرح كويس جدا، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. طبعا من خلال التدوينة دي، واللي بالمناسبة سايب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو في الوصف، هتنزل لاخر التدوينة هتلاقي عندك رابط مباشر لاستخدام الاداة السحرية اللي معانا في فيديو النهاردة. بمجرد ما تضغط عليها بالشكل ده يوجهك مباشرة للموقع ده. بمجرد ما تدخل مباشرة لواجهة الأداة بالشكل اللي انت شايفه ده، طبعا مش هتبقى مسجل دخول نهائيا. من غير أي مشاكل وبدون ما بتسجل دخول بتقدر تستخدم الأداة بشكل طبيعي. وطبعا لو سجلت دخول برضه هتستخدم الأداة بشكل طبيعي جدا. لكن لو أفردت في استخدام الأداة هتظهر لك رسالة بتقول لك انك وصلت للحد الاقصى المسموح به النهارده. وطبعا عشان تقدر تتخطى الرسالة دي او تحل المشكلة دي، هسيب لك الحل في اخر الفيديو. علشان نقدر نستخدم الاداة دي بكل بساطة، في الخانة المكتوب عليها اسقط الصورة هنا هتضغط عليها هيوجهك للجهاز الخاص بيه. هتبدأ تنتقل للمكان اللي فيه الصورة اللي انت عايز تكملها، او ان انت عايز توسع المدى بتاعها. طبعا انا مثلا هختار صورة بالشكل ده، هتبدأ تترفع معايا في الخانة دي. بكل بساطة هنزل للأسفل كده، هتلاقي هنا اختيارات بسيطة جدا. هنا حجم او مقاس الشاشة، انت عايزها مربعة، مستطيلة بالعرض او مستطيلة بالطول. طبعا المقاسات دي، اول مقاس ده مقاس الريلز، المقاس التاني ده مقاس اليوتيوب، المقاس التالت ده طبعا وهو مقاس الانستا. وفي الاخر كده كاستم، ودي اللي تقدر تعدل منها مقاس زي ما انت عايز. تكتب الطول والعرض وتبدأ ان انت تنشئ الصورة بتاعتك بشكل طبيعي. خلصنا على كده؟ لا، ما خلصناش. في اختيار تاني هنا جانبي مهم جدا جدا. الصورة اللي انت رفعتها دي عايزها تظهر في انهي مكان في الصورة اللي هيستخرجها لك، تمام؟ فهو هنا عاملها في المنتصف اللي هي ميدل. لكن تقدر ان انت تغير الموقع بتاعها بحيث ان هي تبقى في اليسار او في اليمين او فوق او تحت، زي ما ظاهر قدامك كده، ليفت او رايت او توب او بوتوم. بعد ما بتحدد الاختيار ده بتكون انت مستعد علشان تنشئ الصورة بتاعتك. طبعا انا مثلا هختار مقاس الريلز، وهبدأ ان انا اضغط كلمة جنريت. بمجرد ما تضغط كلمة جنريت هيبدأ يحمل معاك في الخانة دي، والخانة دي اللي هتظهر فيها النتيجة. وبعد ما بينتهي زي ما انت شايف كده بالظبط، النتيجة خرافية، يعني حاجة ولا في الخيال. طبعا بعد ما بتنزل معاك النتيجة بالشكل ده تقدر ان انت تحملها من خلال الخانة الصغيرة اللي موجودة في اعلى الصورة. بالضغط عليها بالشكل ده هيبدأ يحمل معاك بشكل طبيعي. وطبعا زي ما وعدتك في اول الفيديو، علشان تقدر تتخطى الرسالة بتاع الفترة المجانية بكل بساطة، لو انت مش مسجل دخول هتسجل دخول، هيبدأ يديك فترة مجانية من اول وجديد. وطبعا لو انت مسجل دخول هتلغي الحساب او هتعمل تسجيل خروج وتبدأ تعمل حساب جديد. وطريقة تسجيل الدخول سهلة وبسيطة جدا، زي اي موقع للذكاء الاصطناعي شرحنا عنه قبل كده، وشرحنا طريقة تسجيل الدخول وازاي تسجل باستخدام الايميلات الوهمية. بكل بساطة تقدر تعمل وتطبق الخطوات دي على الموقع اللي معانا النهاردة. طبعا هتقولي ازاي؟ من خلال الخانة اللي موجودة في الاعلى هنا كده، هتبدأ ان انت لو مسجل دخول بالشكل ده تبدأ تعمل ساين اوت. بمجرد ما بتخرج بالشكل ده هيظهر معاك ايقونتين في الاعلى كده، الايقونة الاولى اللوج ان والايقونة التانية الساين اب. طبعا هنضغط ساين اب هيوجهنا للواجهه دي. هتبدا تكتب في الخانه دي الايميل الوهمي، وطبعا هنا هتكتب باسورد وهتضغط نيكست، وهيجي لك كود تفعيل هتفعل، وهتبدا تملى البيانات بتاعتك، الاسم الاول والاسم الاخير والكلام الفاضي ده. وفي الاخر خالص هيتم انشاء الحساب بكل سهوله وبكل بساطه. كان معكم طارق جاد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.